هدية من متابعة لإلي وصارت نوعا ما رفيقتي كمان من استراليا. تخيلوا انا هلا بالشام وزي بعثت لي ممكن عيد ميلادي من اسبوع او من اسبوع ونص فما نستني، بعثت لي اياها خصنص مع وحدة من استراليا. فتعالوا نفتحها سوا. انا ما بعرف لسه شو فيها. تمام احزروا انا مع مين كمان. شوفوا هاي جايز كيفكم؟ الشمس ضاربة بخلقتي بس ذبحتوني. شوفي لي ليك انا هلا معني. تعالوا نشوف. ادري ليش حاسه هيك اول سؤال توحى من 1 ل 9 كلمة السر. لا اسمي توحى. بدي افكر بالسيارة عادي. بعثت لي ظرف بعدين بنقرا الظرف. لا تشوف هون. اوكي حتى لين متحمسه اكثر مني لتشوف الهديه. لا افتحيها هلا. عاملها لا بدي صور عليها فيديو. والله كثير مزوقة هاي البنت عن جد انك مزوقه يا ريتا. اي لاف يو. يعني كانت متابعه لإلي وهيك بعدين تعرفت تعرفنا بالتيك توك اني نتعطر. هيدي جنبي. خليني اشوف. خدي افتحي. ليكي قالت لك من استراليا شوي سيدني الى سوريا دمشق. الله كل عام وانت بألف خير حبيبتي. ان شاء الله هاتي بدي اقرا امنياتك واحلامك. شوفك ناشفة. ليك شو بعثت لي من استراليا لكن الى سوريا دمشق انا في نص دمشق حاليا. اوكي لين تعالوا نقرا. كل عام وانت بألف خير حبيبتي. ان شاء الله تحققي كل امنياتك واحلامك وشوفك ناجحه دائما. لاف يو كثير ريتا. انا لاف يو كثير. ورجيني شميني ريحة العطر. هاتي لا شم. انا بدي شم. بيتها كثير حلوة. جايز عن جد شكرا للمتابعة. يا ريتا كثير حلوه. ما فيني بخ منها مشان انفي بس كثير حلوه. تبخ يا ما احلاها. ثانك يو ريتا خجلتيني كثير. وشو كمان ما بعرف انهي الفيديو لين النهايه عندك. جايز بس بدي اقول لكم انه عن جد حتى لو كانت الهديه رمزيه قيمتها المعنويه بتكون احسن. ايوه. ما تردوا على ريحتها بتجنن. فثانك يو ريتا وبس. باي باي.